معمول العيد يعني شو بدي خبركم من الوصفات الرائعة. ان شاء الله يا رب ينعاد عليكم. اول شيء جبنا سميد ناعم وجبت سمنة. جبت كيلو نسميد الناعم، حطيت له نص كوب من السمنة، دعكناهم مع بعض وتركتهم من عشية للصبح. تاني نهار الصبح حطيت 3 معالق كبيرة من حليب البودرة، بالإضافة لكوب من سكر البودرة، نص معلقة كبيرة من الخميرة، وأيضا حطيت كوب من ماء الزهر. خلطناهم مع بعض، صار في عندي عجينة متماسكة. حضرت الحشوة، حشوة التمر، تمر مع رشة زنجبيل، يعني كوب تمر، معلقة كبيرة من الزبدة، رشة زنجبيل، وأيضا رشة هيل مطحون، أخذنا نكهة مميزة. صار عندي الحشوة. جبت أنا العجينة وحشيتها بداخلها تمر، وفوتها على الفرن على حرارة 180 درجة لحتى أخذوا لون. قدمتهم ورشيت سكر بودرة، وهذا صار الوقت لحتى ندوقهم. اعملوا لي فولو.